السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد الركنة، هناخد الكنبة اللي من غير ايادي. طبعا كالعادة انا بحط البرسل على البرسل علشان نعرف نشتغل. وهنقيس اول حاجة هنقيسها اللي هي طول الكنبة. طول الكنبة عندي 1.5 متر. هنبتدي نقيس 1.5 متر. طبعا بما ان هو جكار فمش هناخد اي زيادات للخياطة، هناخد زي ما هو 1.5 متر وهنبتدي نقص مع بعض. كده انا معايا شريحة 1.5 متر. احنا عندنا بكورنيش ومن غير كورنيش. لو انا هعملها بكورنيش هنعملها ازاي؟ اول حاجة احنا خدنا طبعا طول الكنبة، هناخد عرض الكنبة. احنا طبعا هنبتدي من البرسل، شغلنا كله هيبقى من البرسل اللي هو عرض القماش. انا عندي عرض الكنبة بيبقى 60 أو 70 أو 80. شوفي العرض اللي عندك. أنا العرض اللي عندي 60، باخد 60 والباقي بطبقه زي ما احنا شايفين. طبعا احنا شغالين على العرض القماش من البرسل للبرسل كده زي ما احنا شايفين، وطبقناها. يبقى كده عرض الشلتة، وده الباقي طبقناه على بعض ونلف عليه بالكورنيش وكده تمام. نيجي بقى للكنبة التانية اللي هي من غير كورنيش، هنقص شريحة تانية. تمام كده انا هقص شريحة تانية. لو انا هاخد من غير كورنيش فهقص شريحة تانية 1.5 متر. طبعا هنقيس 1.5 متر زي ما قلنا. الجكار بنقيس 1.5 متر. طول الكنبة زي ما هي 1.5 متر، مش بنزود عليها اي خياطات. بصوا انا كده قصيت الشريحة التانية 1.5 متر، يبقى كده عندنا شريحتين. الشريحة الاولانية سيبناها زي ما هي، الشريحة التانية بنساوي زي ما احنا شايفين البرسل على البرسل، وهنبتدي نقصها لشريحتين. نساوي البرسل زي ما احنا شايفين كده ونبتدي نقصها. كده انا قصيت شريحتين، قسمت عرض القماش وقصيت شريحتين. شريحة هناخدها والشريحة التانية هنركنها، وهنبتدي نجيب 1.5 متر اللي قصيناهم الاول ونوصل الاتنين نقفلهم ببعض. تمام، هيبقى كده معايا شريحة 1.5 متر بعرض القماش، والشريحة التانية 1.5 متر برضو بس بنص عرض القماش. انا كده وقفلتهم مع بعض، وطبعا ده انا بعمله اوفر. ماشي، نيجي بقى هناخد الجناب. جناب هنقيس من طول القماش 60 سنتي. تمام، الاولانية اللي من غير كورنيش انا طبعا ما عملتلهاش اي حاجة علشان هي هتلف بكورنيش دايم ما يدور. انما الجناب دي اللي هي بدل الايادي، طبعا بما ان مفيش ايادي فهنبدل معاها بشريحتين من الجناب، كل شريحة فيهم 60 سنتي. تمام، في 40. انا باخد من طول القماش 60 سنتي وببتدي اقص. طبعا انا هنا قصيتها 60 سنتي، هبتدي اطبقها 2 زي ما احنا شايفين البرسل على البرسل، وهطبقها مرة كمان. هيبقى معانا 4 شرايح، كل شريحة منهم هتبقى 60 سنتي في 40. نبتدي نظبط قماشنا. طبعا لازم نظبط علشان تكون كل المقاسات زي بعضها.
طبعا في زيادات في القماش بنبتدي نقص الزيادات دي علشان نساوي الدنيا. وهقص 4 شرايح، هناخد بس شريحتين والشريحتين التانيين هنخليهم على جنب. طبعا لما بتيجي تعملي اكتر من كنبة بتستفيدي ان انتي كل الشرايح اللي احنا ركناها على جنب بتدخليها في حاجة تانية. وهنقص مع بعض كده وهناخد بس شريحتين والشريحتين التانيين هنخليهم على جنب. طبعا هنخلي الوصلة في الظهر، هنساوي القماش. طبعا ده البرسل طبعا بنقص البرسل دايما علشان يظبط معانا في التقفيلات. بصوا ده عندنا هنا ده طول الكنبة. بنيجي في الاول كده زي ما احنا عاملين، هنجيب الشريحة، هنجيب الحتة اللي هي 40 سنتي، المقاس اللي عندنا 40 سنتي، وهنبتدي نقفلها زي ما احنا شايفين. ننزل الابرة ونلف نجيب المقاس اللي هو 60 سنتي. وهنطلع خالص بقى ونبتدي نجيب اللي هي 40 سنتي، هناخدها مع الظهر من ورا. تمام زي ما احنا شايفين كده بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. انا طبعا عاملة فيديو بطريقة مصغرة هنزلها لكم في الوصف تحت عشان تتفرجوا عليه، اللي مش فاهم حاجة من الطريقة اللي هي العادية دي. هنقفل وهنعمل طبعا حرف التي علشان ظهر الكنبة يكون مظبوط. انا كده قفلت تمام زي ما انتوا شايفين كده، هنا 40 وهنا 60 وهنا 40 التانية. تمام هنبتدي نحدد التانية نفس التقفيلة، 40 و60 وال40 دي في الظهر زي ما قفلنا الاولانية هنقفل التانية. كده قفلنا وكده خلاص الكنبة خلصت، مفيش اسهل من كده. والسلام عليكم ورحمة الله.